احلم دائما بميسي هذا. قال لك يجب اعطاء كره ذهبيه لميسي كل موسم، وكره خاصه بالاخرين. خلى الثانيين خلهم يتنافسوا عليها. بصراحه نقولوها محمد لاعب يعني كل شيء. لو نضع لاعبين البرسا في الميزان يعني كيف ينافس البرسا على الدوري والشامبيونز ليج باللاعبين هذوما؟ لانه ميسي موجود صح. ولا صعب الفريق ينافس حتى على المرتبه الخامسه او السادسه، لهذا توضح لنا قيمه ميسي. انه بطريقه كان يسجل هذه الاهداف، يعني كل هدف مغاير للاخر. فنيا كابتن هذه مشكله لبرشلونه، مغاير مشكله اذا غاب ينتهي البارسا. تعتمد على لاعب. تبعيه. الريال لا، الريال يغيب رونالدو في كاين موجود عندهم بدائل. هذه مشكله كبيره. هذه مشكله اليوم. ميسي يرحل ولا يعني يتوقف على اللاعب، ايش راح يكون في برشلونه؟ هذا هو السؤال يبقى دائما مطروح. لازم تقييم صحيح. انت لو سبت الصوره كده اخضر وبالاهداف دي الناس هتستمتع. دون تعليق يعني، دون تعليق. لا المعلقين ولا المحللين ولا المذيع. من غير ما نتكلم. انما اشرف لحد دلوقتي ما جاوبش على سؤالي. خلصنا الموسم واشرف ما جاوبش على سؤالي. شنو هو السؤال؟ يعني هل يوقع ام لا؟ وكم يدفع له؟ هو ميسي بيتفرج على نفسه بعد الماتشات يا كابتن، بيحس بالمتعه اللي احنا بنحسها لما بيسجل، هو المتعه بتاع الفرجه والاهداف والترقيص والمهاره اللي بتاعته، يحس ايه احساسه؟ هل بيستمتع زينا؟ واحنا احيانا لما كنا بنلعب زي ما بقول كنا بنتفرج على ماتشاتنا عشان نحسن بعض اخطائنا. هو ما شاء الله نموذجي في كل حاجه، سرعه، قوه، مهاره، تصوير، فينش. هو كل مره يبدع. انا كنت اشوف ماتشات كل مره يبدع، هو كل مره يبدع بطريقه مخالفه يعني لوحات فنيه كل اسبوع. نصيحه لميسي ما يشوفش الاهداف هذه ويشوف حتى لا حتى لما يوقف احسن والله. يعني شوف هدف اليوم لا ما عملوا كتير يا اخضر، بالنسبه له هو طبيعي، انما بالنسبه لنا احنا صعب. طبعا بالنسبه له هو طبيعي. هو قوه ميسي انه رغم انه لاعب فردي، يعني لاعب فردي، لكن من اكثر اللاعبين جماعي. صح. لهنا المعجزه هي المعجزه وين؟ انه لاعب فردي لكن اكثر لاعب اعطى الفريق نتاعو من الناحيه الجماعيه. نعم. ولهنا صعب، المعادله صعبه بصراحه. ولهنا توضح لنا قيمه اللاعب. كابتن عن السرعه في التفكير والتنفيذ. لا هو سريع، عنده ربي اعطاها يعني موهبه لهنا في عقله. نعم. هناك انسجام كبير بين عقله ورجليه، لانه الاختيار دائما سريع، يختار افضل والتنفيذ سريع ايضا، والتنفيذ وبطبيعه الحال الدقه. نعم. لان هذه هي الظاهره، هذا يكفي. هو هذا الشيء اللي ما عملوش الاخرين هو يعمله. نعم. متوج شيبو كان يكسر ممتاز بالشيء. اخر كاس عالم كسر كل المنافسين.